السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معاكم النهاردة عن المكنة VGR 275، مكنة الزيرو الديجيتال. الأقوى بطارية في مكن الزيرو اللي موجود حاليا في الأسواق، أقوى حتى من الكيمي 48 وال49. هنلاقي ان البطارية بتاعتها 1500 ملي امبير، عكس بطارية ال 48 الكيمي ال 48 والكيمي ال 49 1400 ملي امبير. دي المكنة بتاعتنا النهاردة. تعالوا نشوف كده بتقول ايه. الشفرات بتاعتها شفرات حتى. البطارية 1500 ملي امبير، ممكن تشتغل لاس او كورد لاس، يعني لو فصلت منك شحن وانت شغال بيها ممكن ان انت توصلها، تطفي المكنة خالص وتوصلها على الشاحن لمدة دقيقة مثلا ولا حاجة، وبعدين ايه من دقيقة لثلاث دقايق، وبعد كده تشغلها وهي متوصلة في الشاحن بتاعها او في كابل الشاحن بتاعها. بيقول لك كمان ان الوصله معاها وصله USB، يعني ينفع تتشحن بشاحن ايه، موبايل او كيسه او لابتوب او سماعه او حتى شاشه، مفيش مشكله. بيقول لك ان الشحن بتاعها بتتشحن ساعتين ونص علشان تديك 180 دقيقه عمل. 180 دقيقة عمل يعني 3 ساعات متواصلة، وطبعا استحالة واحد هيشتغل بمكنة 3 ساعات متواصلة. 3 ساعات لو انه هو هيقعد في لو استخدام احترافي او استخدام شخصي، هنلاقي ان هو هيستخدمها مثلا في المرة ربع ساعة، في المرة الواحدة هيستخدمها ربع ساعة. في 3 ساعات 3 في 4 ب 12 على طول، يعني 12 مرة استخدام في شحنة البطارية الواحدة. تعالوا بينا نشوف محتويات المكنة ايه. اولا محتويات العلبة ايه. محتويات العلبة اول حاجة المكنة بشكلها الشيك الذهبي، في منها نوعين، يا اما بتنزل ذهبي او ايه لون اسود، وغالبا اللون اللي بيكون متعلم عليه على العلبة هو اللي بيبقى موجود ايه جواها. يعني هنا متعلم اللون الذهبي، فالموجود جوه العلبة المكنة الذهبي. زرار التشغيل بتاعها في المقدمة هنا، بنشغلها بيديني لمبة بيان بتقول معايا 100% شحن، وسرعة المكنة 6500 تردد في الدقيقة أو 6500 هزة في الدقيقة للمشط. طيب المشط بتاعها محفور عليه من ورا VGR اهو زي ما احنا شايفين. المشط بتاعها ناعم للاستخدام الشخصي والمناطق الحساسة، وفعلا الناس خدتها مننا واستخدمتها للنظافة الشخصية وشكرت فيها جامد، بعت لنا تقول لنا فعلا المكنة دي ممتازة. معاها ايه تاني المكنة؟ معاها وصلة شاحن USB، ناحية زي الجاك بتاع التسجيل، والناحية التانية USB تتوصل في شاحن موبايل او كيسة او لابتوب. معاها كيس فيه فرشة لنظافة المكنة ومزيتها علشان تحافظ على المكنة اللي معاك، وكيس تاني فيه 3 درجات، 1 ملي و2 ملي و3 ملي. طيب اتكلمنا عن مميزات المكنة دي. ميزة تانية للاستخدام الشخصي او للصنايعية كمان، ان وزنها خفيف، مش تقيلة قوي زي ايه ال 49 وال 48. سهلة في الاستخدام بتاعها، هتديلك يعني اللي انت عايزه من الاخر. اتكلمنا عن مميزاتها واتكلمنا عن ايه اللي موجود فيها ومواصفاتها ايه. فاضل نتكلم عن سعرها. سعرها النهاردة في السوق بيتراوح من 425 ل 450 جنيه. ده وقت إذاعة الفيديو. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقة. السلام عليكم.